تعيش مناطق الشمال المغربي اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 تحت وطأة منخفض جوي استثنائي وضع إقليمي تطوان والقصر الكبير في قلب العاصفة، حيث تلاحمت التساقطات المطرية الغزيرة التي بلغت مستوى اليقظة الحمراء مع رياح عاتية لتشكل مشهداً من الفيضانات الجارفة. وفي مدينة تطوان أدى فيضان وادي مرتيل إلى حالة استنفار قصوى استدعت إخلاء أحياء سكنية ووحدات صناعية بالكامل، بينما اضطرت السلطات لفتح الطريق السيار الرابط بمدينة الفنيدق بالمجان لتخفيف الضغط عن المسالك المقطوعة جراء الانهيارات الصخرية وانجرافات التربة. بالتزامن مع ذلك تواجه مدينة القصر الكبير وضعاً لا يقل خطورة، إذ تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي اللكوس والضغط المتزايد على حقينة سد وادي المخازن في غمر مساحات زراعية شاسعة وأحياء شعبية، ما دفع فرق الإغاثة للتدخل العاجل لإجلاء العائلات وتأمين مراكز الإيواء. ومع بلوغ مقاييس الأمطار عتبة 150 ملم في بعض المرتفعات، ترافقها هبات رياح ناهزت 85 كيلومتر في الساعة، شلت الحركة التعليمية في أغلب أقاليم الشمال بقرار رسمي، فيما تواصل لجان اليقظة مراقبة النقاط السوداء على الطرق الوطنية والجهوية التي لا تزال مقطوعة، وسط دعوات واسعة للمواطنين بالتزام أقصى درجات الحذر والابتعاد عن المنحدرات ومجاري السيول التي لا تزال تهدد بفيضانات فجائية خلال الساعات المقبلة.